عشتهولك خدت ايه؟ هو اللي قلت عليك قلته من شوية، انت السبب في اللي جرى وصلنا ليه. ما تسيبنا جرب حد تاني جديد عليا، ان شاء الله تفضل 100 سنة واقف كده. انا مش هكمل يوم كمان في الظلم ده، رجع لي عمر اللي سرقته مني تاني. هتسيبني امشي وبالسلامة خلاص كده. في وسط زحمة الأصوات كان في صوت مختلف، صوت أول ما تسمعه تحس إنه بيحكي عنك مش بس بيغني. الصوت ده كان بهاء سلطان. بهاء سلطان اتولد في القاهرة، ومن وهو صغير كان عنده حاجة مختلفة، إحساس مش عادي. كان بيغني مش بصوته بس، كان بيغني بقلبه. بس النجاح عمره ما بيجي بسهولة. في بداية مشواره ما كانش حد يعرفه، وكان زي أي شاب بيحلم فرصة واحدة بس تثبت نفسه. لحد ما جت اللحظة اللي غيرت كل حاجة، لما اتعرف على المنتج الكبير نصر محروس. ومن هنا بدأت الرحلة الحقيقية. اشتغل كتير وتعب أكتر لحد ما نزل أول ألبوم ليه، وبدأ الناس تاخد بالها من الصوت المختلف ده. أغانيه كانت قريبة من القلب، بسيطة بس مؤثرة جدا. 3 دقات في القلب مش محتاجة تعقيد، محتاجة إحساس، وده كان سر بهاء سلطان. واحدة واحدة بقى من أهم نجوم جيله، وكل أغنية ينزلها كانت بتعيش مع الناس سنين. بس فجأة كل حاجة وقفت. اختفى في الوقت اللي كان فيه في قمة نجاحه. الناس بدأت تسأل: فين بهاء سلطان؟ ليه مش بينزل أغاني؟ والحقيقة كانت صعبة. خلافات ومشاكل مع شركة الإنتاج خلت صوته يختفي غصب عنه. سنين عدت والناس لسه مستنياه، لأن الإحساس الحقيقي مش بيتنسي. وفي وقت الكل افتكر إنه خلاص انتهى، ورجع بشكل أقوى. رجع بأغاني كسرت الدنيا، ورجع يثبت إن الصوت الحقيقي عمره ما بيختفي. قصة بهاء سلطان مش بس قصة مطرب، دي قصة صبر، قصة حد اختفى غصب عنه بس رجع بإرادته. علشان كده النجاح الحقيقي مش إنك توصل، النجاح الحقيقي إنك ترجع حتى بعد ما الكل افتكر إنك خلاص انتهيت.